السلام عليكم يا احنا المظات، ونعمل لايك والاشتراكات، واهلا بيكم في قناتنا ايه انتباه تي في. اول حاجه حابين نقول لكم ان فيديو النهارده يعني احنا بندردش فيه مع بعض كأن احنا اصحاب قاعدين مع بعض، مش فيديو رسمي ولا هو فيديو يعني ان احنا مخططين له كتير ولا كده، لا احنا طالعين بنكلمكم عادي كأنكم اصحابنا. الفكره ان احنا نزلنا عايزين ان احنا نسمع مشاكلكم، ويا جماعه احنا مش اصح حد في الدنيا، وان احنا مش هنديكوا اصح كلام في الدنيا، احنا يعني الكلام ده هيكون من وجهه نظرنا الشخصيه وبناء على تجاربنا احنا يعني تجارب احنا عدينا بيها، ممكن تكون مشابهه في مواضيع يعني عامه كل الناس بتتعرض لها، فاحنا هنوريكم بس او هنقول لكم وجهه نظرنا من الموضوع، ويعني فيديو خفيف لطيف. لان يا جماعه احنا عملنا الفيديو ده بناء على ايه؟ بناء برضو على طلب، ان في ناس كتيره بتسالنا اسئله كتيره قوي في حاجات مختلفه، بس في الفيديوهات بتكون مختلفه، يعني فيديو من هنا سؤال عن كذا سؤال عن كذا، فاحنا بنجمع كل الاسئله دي وبنجاوب لكم عليها في فيديو واحد من وجهه نظرنا، مش عشان احنا اصح حد في الدنيا. فهي كلها عامه مواضيع عامه وكلها وجهات نظر يعني كلنا، يعني زي الصداقه والثقه بالنفس وحاجات كتير. انتوا كتبتوا لنا حاجات حلوه قوي، فيلا بينا بقى نتكلم مع بعض كده شويه. قبل بس ما نبدا في الفيديو، لو تلاحظوا انا قصيت قصتي، يعني يا ريت تكونوا ملاحظين، علشان هي كانت طولت قوي الفتره الاخيره وما كنتش بعرف ان انا ايه، يعني كانت بتبقى طويله كده. وانا قصيتها برضو، بس انا هي بتاعتي طولت ما لحقتش اوريها لكم. بصوا طبيعي جدا، قولوا لي رايكم ايه. كل الكومنتات بتاعتكم قدامنا دلوقتي، واحنا هنبتدي ان احنا مش هنرد على واحد واحد، بس احنا هنشوف الموضوع كده عموما. يعني مثلا في 10 كومنتات كتبوا لنا نفس الموضوع، فاحنا هنتكلم عن الموضوع بشكل عام. يعني بصوا يا جماعه، دي ولا دي ولا دي بحب دي. اول حاجه اتكررت كتير جدا وهي الصداقه. في ناس مش عارفه تختار اصدقاء ازاي، في ناس كانت يعني صدقت ناس وبيقولوا ان هم اصدقائهم غدارين والحاجات دي كلها. ده اصلا كله بيجي على اختيار الصديق. لو احنا اخترنا صديق صح كل الحاجات دي احنا هنتلاشاها خالص. فاحنا لازم نختار اصدقائنا صح، ان هم يكونوا شبهنا في نفس افكارنا، مش شبهنا ان في كل حاجه، يعني ان هم بيحبوا نفس الحاجات اللي احنا بنحبها وكده. اقصد شبهنا في المبادئ بتاعتنا، طريقه معاملتهم مع الناس، هم ازاي يعني مثلا بيتعاملوا مع الناس برحمه ولطف كده، ولا اللي هم الناس اللي هي مثلا بتحب ان هي تضايق الناس او كده. في ناس هي هوايتها ان هي تضايق الناس، فدول اكيد هيضايقوكوا في يوم من الايام. فاحنا دايما نختار الناس اللي هي يعني بيقولوا عليهم كده الناس لينه القلب، اللي هم لما تيجوا تتعاملوا معاهم تحس ان هم كده طيبين وحلوين وعاديين. كمان يوافقونا في نفس المبادئ والحاجات اللي احنا بنفكر فيها، اللي هي المبادئ الثابته والمعتقدات الثابته في حياتنا. وما تختارهاش بالمظهر الخارجي، يعني مثلا ما تقوليش البنت دي شعرها شكله حلو فانا عايزه اكون صداقه، البنت دي مثلا طرحتها شكلها حلو. لا انت طبعا الصداقه اصلا كلنا معترفين ان هي صدفه وقدر، وربنا بيكون مرتب للحاجات دي كلها. وفي ناس بيبقى تفكيرها ان هي عايزه بس ان هي تجمع اصدقاء وخلاص، فممكن تصاحب ناس كتير، ناس مش شبهها، بس عشان هي يكون عندها ان هي يعني دايره اصدقائها كبيره. انما لا يا جماعه، احنا عارفين ان المعارف كتير بس الاصدقاء الحقيقيين قليلين. عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه للناس اللي قالت النقطه بتاعت غدر الصحاب، وان صحابها ضايقوها ما بقتش بتثق في حد تاني والحاجات دي. مبدئيا يا جماعه الصداقه احنا لازم نكون عارفين احنا اصلا مصدقين الناس ليه. اول حاجه مفيش حاجه اسمها صاحبتي تعرف اسرار بيتي، مفيش حاجه اسمها صاحبتي تعرف مشكله عندي. ممكن تمسك عليكي المشكله دي في يوم من الايام، ممكن مثلا تعايرك بحاجه، ممكن تروح تقولها لحد، فالكلام ده كله مش صح. انت صاحبتك وحبيبتك وكل حاجه، بس بيكون طبعا في حدود. فما تخليش ان انت صاحبتك هي كيانك الاول والاخير، لان الحاجات دي هي السبب الرئيسي في غدر الصحاب. دخلاها زياده عن اللزوم في تفاصيل حياتك، تفاصيل هي مش المفروض تعرفها. هي يعني مصاحباكي انت، هي مش عايزه تعرف تفاصيل بيتك وتفاصيل حياتك. وكمان يا جماعه في ناس بتقول الصداقه مش لازم تبقي مستنيه مقابل. ماشي، يعني هي حاجه كويسه، ولكن لازم يكون الحاجه متبادله. يعني انا مثلا بحكي لك انت بتسمعيني، لما انت تحكي لي انا اكيد هسمعك. ما ينفعش بقى لما هي مثلا تيجي تحكي لك حاجه انت ما تسمعيهاش، ما ينفعش لما انت تيجي تحكي لها حاجه هي ما تسمعكيش، او هي ما تهتمش بكلامك انت بتهتمي بكلامها. لا، فما تقعديش تقولي لا انا بعمل من غير مقابل، انا مش مستنيه مقابل. لا، يعني هي الصداقه علاقه تبادل. طبعا انتوا ممكن تكونوا مفكرين ان فيديو النهارده فيديو عميق او كده، لا انا بكلمكم بجد في اللي هو احنا يعني بندردش عادي. في ناس مثلا مفكره ان مقابل ان مثلا صاحبتي لي جابت لي هديه فانت لازم ترد لها هديه، او مثلا عملت معاكي موقف فانت بتدوري على حاجه ترد لها الموقف. لا مش قصدي كده، قصدنا ان احنا الحاجات اللي هي المعنويه، لو هي مثلا بتسمعك فانت تسمعيها. غدر الصحاب ده يعني زي ما انتوا بتسموه، في حاجات كده بتمهد له، يعني حاجات بتبين ان مش هي دي بجد الصديقه، يعني علشان لما علاقتكم تنتهي ببعض ما تتصدموش، ما تعملوش نفسكم متفاجئين. لا، في حاجات بتمهد الموضوع. هي مثلا مش بتهتم بيكي قوي، يعني او يعني انت عارفه ان هي مثلا بتبقى فاضيه، وهي شافت مثلا رسالك وما ردتش عليها،
او مثلا انت بتفضلي تسمعيها كويس قوي، ومثلا لما انت تيجي تتكلمي هي ولا مش كانها بتسمعك. سامعاكي ولا كانها شايفاكي ولا بتهتم بيكي ولا بمشاكلك ولا اي حاجه. ومشاكلك يا جماعه، ايه المشاكل البسيطه؟ انا مثلا في درس مش عارفه افهمه، في مثلا تصريحه مش عارفه، مشاكل يا جماعه دي، لان احنا مش عايزين ندخل اي طرف في حياتنا الشخصيه في مشاكلنا المشاكل اللي هي الكبيرة، الحقيقيه الكبيره. فانت بينك وبين نفسك تبقي عارفه ان هي مش مصاحباكي مصلحه، يعني مش هقول لكم التعبير كده يعني خبط لزق في وشكم، مش هقول لكم كده، بس هي اكيد مش بتبادلك نفس الشعور، وانت تبقي عارفه ان هي لا، مش هي صاحبتك اللي هتكمل معاكي، او مش دي الصديقه الحقيقيه. قولي بقى ايه عن تخطي غدر الصحاب. بصوا يا جماعه، انا شايفه ان كلمه تخطي غدر الصحاب دي كلمه كبيره قوي، لان الحاجات اللي الواحد بيتخطاها دي بتكون حاجات فعلا ذو قيمه كبيره. انما الاصدقاء يعني هي كلمه اصلا خلاص معروفه اسمها الصحاب بتروح وتيجي. وانا مش قصدي ان انا اجمد لكم قلبكم، ولا قصدي ان انا اقول لكم ما تصاحبوش ناس، ولا قصدي ان انتوا مثلا ما تبقوش اجتماعيين، لا، ان انتوا يكون عندكم يعني صحاب، وبالذات لو هم صحاب حلوين، دي احلى حاجه في الدنيا. ربنا خلق الاصدقاء اصلا، يعني في حاجه اسمها اصدقاء، دي حاجه بتكون لذيذه جدا، وبيعاونونا في حاجات وبيشاركونا حاجات وبيونسونا في حياتنا في مدارسنا في جامعاتنا والكلام ده كله. بس لو في بنت انت لقيتي ان هي مش شبهك، لقيتي ان هي عملت معاكي موقف مش كويس، ربنا عايزك خلاص انت ما تتجنبي البنت دي. فانت ما تفضليش تقولي لنفسك انا مش هعرف اتخطاها، دي كانت احسن صاحبه في حياتي، دي كانت ايه. ما تكبروش الموضوع على نفسكم. لو انتوا فعلا كنتوا صحاب قوي قوي يعني، وبعدين حاجه حصلت ما بقيتوش مع بعض، احسن حاجه ان انتوا تبتدوا ان انتوا تهتموا بنفسكم، يعني تبتدوا ان انتوا تعملوا الحاجات اللي انتوا بتحبوها، يعني اشغلوا وقتكم بحاجه غيرها، يعني خلاص ما تقعدوش ان انتوا على طول تفكروا فيها. بمعنى اصح حتى في حياتكم عموما بلاش تستسلموا للزعل، فانتوا حاولوا ان انتوا يعني تعيشوا حياه مختلفه بقى تماما عن اللي انتوا كنتوا عايشينها والصحبه دي في حياتكم. اهم حاجه تخليكم عارفين ان عوض ربنا حلو جدا، ان انتوا مثلا كنتوا مصاحبين شخص معين، خلاص البنت دي علاقتنا انتهت، ربنا هيعوضكم حتى لو بعد سنين. وان الصداقه دي حاجه اساسيه، وفي نفس الوقت مش ان احنا يعني مش ان احنا حياتنا معتمده ذاتنا عليها عشان بس خلاص. بس طبعا لو الاصدقاء مختارين بعنايه وناس كده حلوين حوالينا، بجد احنا بنقدر صحابنا جدا جدا وبنحبهم جدا 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 فوق ما انتوا تتخيلوا. في بقى حاجه تانية مهمه جدا 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 اتكتبت لنا، وهي البنات اللي بتلاحظ افعال غريبه كده من اصدقائها، زي مثلا ان هي بتتريق عليها، يبقوا مثلا شله واقفين مع بعض، يروحوا هي مثلا واحده تقلل منك، يعني انت مثلا واقفه كده وخلاص كله بيتكلم، وانت مثلا جيتي تقولي رايك، واحده مثلا تقلل منك، او واحده تتريق على حاجه فيكي. على فكره حتى لو بهزار، بس في هزار بيبان ان هو جد، يعني انتوا عارفين الغل اللي بيبان في الهزار، هو ده بالظبط. هي دي والله العظيم لازم تقطعي علاقتك بيه. يعني مش تقطعي علاقتك بيه لو تقفي كده معاه في نص المكان اللي انتوا فيه، بقول لك ايه انا مش عايزه اعرفك، لا يعني تجنبيها. ملحوظه، انت لما مثلا بتيجي تقطعي علاقتك بحد ان انت مش تتكلمي معاه تاني، مش بتقفي كده بقول لك ايه انت ما تعرفيش بقى تاني خالص، لا مش بتبقى كده، لا انت بتتجنبيها بالتدريج، حتى عشان انت ما تجرحيش مشاعرها، او ان انت تحسي ان هي فجاه انت بعدتي عنها، لا بالتدريج كده، ان انت تقللي كلامك معاها شويه. فاحنا ما بنتخانقش مع حد. هنا في صف الشخصيه التوكسيك بتقول لك ما تجرحيش مشاعرها. والله العظيم بجد، لو انت في حد عايزه تتلاشيه من حياتك او عايزه تتجنبيه كده، تخرجي خروج هادي، انسحاب تدريجي كده هادي، من غير ما تجرحي اللي قدامك، من غير ما تصرحهاش بعيوبها. يعني لو انت مش قادره ان انت تصرحي اللي قدامك بعيوبها، خلاص سيبيها زي ما هي. او لو انت عارفه ان هي مش هتتقبل منك الكلام ده، اللي هو انا كده وعاجبه نفسي كده، يا ستي خليكي كده مع نفسك، بس انا هبعد عنك بالتدريج وبالراحه، من غير ما يكون في بينكم اي مشاكل. حاولوا دايما لو هتخسروا ناس ما تخسرهمش بمشكله او بخناقه، بلاش. دي اهم حاجه يا جماعه. لو خلاص حد بجد لقيته ان هو مش مناسب معاكم وبيفضل يتكلم عليكم بشكل مش حلو، او عرفتوا مثلا حاجه عنه، يعني مثلا في مثال صغير جدا، انت مثلا مصاحبه واحده وعرفتي ان الواحده دي بتتكلم عليكي مع حد تاني، ما تروحيش تقولي لها انا عرفت ان انت بتتكلمي عليا. في ناس شخصيتها كده خلاص ماشي، انت تتحملي عواقب ده، ان هي ممكن ترد لك الكلام وتفضل تتكلم معاكي، بس من وجهه نظري انا وهبه، زي ما احنا متفقين ان دي وجهه نظر، انا ما اروحش اقول لها ان انا مهتمه قوي ان انت عرفتي ان انت بتتكلمي عليا وان انت كذا وان انت كذا، لا خساره اصلا خساره ان انت تتكلميها، خساره ان انت يعني تعملي مجهود في ان انت تعرفي، خلاص انت تسيبيها كده حتى هي تقول ايه ده، هي ما بقتش تتكلم معايا ليه، هي هتعرف خلاص لوحدها، يا الا بقى تيجي تعتذر لك وتطلع شخصيه كويسه، يا الا ما هتيجي تعتذر لك، يا الا ممكن ما هتصدق، فانت كده خلاص تبقي انت خسرتي الشخص المناسب اللي انت خلاص انت مش عايزه تكملي مع دي علاقه
يعني هتأذي وهتنقص مش هتدي. لو واحده جت قالت لك حاجه ما عجبتكيش، ما تبينلهاش ان انت اتاثرتي او ان انت اتضايقتي، لا انت بيني لها انه عادي خالص. ممكن بقى بينك وبين نفسك بعد كده تاخدي بالنصيحه. يعني مثلا مثال ذلك برضو، دي من الحاجات اللي كانوا بتكتب لنا. يعني مثلا لو انت عندك نحافه زايده، يعني مثلا وزنك قليل عن الطبيعي، واحده جت قالت لك ايه ده انت رفيعه قوي، انت مش هتردي عليها تقول لها انا عارفه انا رفيعه. ايوه لا، تيجي تقول لك ايه ده، هو انت مش بياكلوكي في بيتكم ولا قولي ايه؟ لها لا يا حبيبتي ده انا العود الفرنساوي. وبعدين ارجعي بقى مع نفسك قولي لا انا فعلا ممكن اكون محتاجه ان انا اتخن شويه بتاع. خدي بنصيحتها. الانسان الايجابي دايما بياخد نصيحه اللي وفي قدامه. ناس على فكره كويسه جدا بتدي نصيحه بطريقه حلوه، اللي هو فعلا تقولي لها تعترفي فعلا ان انت اخدتي نصيحه. انما الناس اللي بتقولها بصيغه تريقه او بصيغه اللي هو انت مش واخده بالك، او بصيغه الحشريه كده. اقصد ان انت لو حد جه يقول لك على نصيحه او حد جه يواجهك بعيب فيكي بطريقه كويسه، ده على دماغنا والله العظيم. شكرا ان انت اصلا مهتم ان انت واخد بالك ان احنا تقبلي رفيعين النصيحه. انما لو حد جاي برضو وسط جروب، او حتى لو انت لوحدك جاي يقول لك على نصيحه بشكل حسيت ان هو هيجرحك او حسيت ان هو مش حلو، احرجيه بالادب. احرجيه بالادب. واهم حاجه هو الادب، ان انت أيوة. تقولي لها يعني رد يكون مناسب، وفي نفس الوقت مش اللي هو تبين لها ان انت اتحركتي او أو إن أنت كسرتي او اتضايقتي. الكلام ده، اتضايقتي او الكلام بس ده. بينا وبين نفسنا بنعمل ايه؟ بناخد بالنا من الحاجه دي وبنحاول ده لو هي نعمل حاجه مهمه، بس مش اي واحده تيجي تقول لك على اي حاجه كده تروحي تاخدي بالك منها، ما احنا مش فاضيين يعني نتكلم. لو هي فعلا حاجه واضحه ولو انت وباينة حاجه انت وبارزة. عارفه في نفسك يعني. اه. واهم حاجه يا جماعه هي الثقه بالنفس. الثقه بالنفس. واللي بيقول بين الثقه بالنفس والغرور درجه، لا رونج، كاذب، شخص كاذب وكذب عليكم. ليه بقى؟ لان يا جماعه بين الثقه بالنفس والغرور كتير بجد، مش درجه ولا حاجه. في فرق ما بين ان انا واثقه بنفسي، انا بصحى بقول الحمد لله انا شكلي امور، انا شعري امور، انا حابه نفسي وحابه شكلي اللي انا عليه وحابه شكلي اللي ربنا خلقني بيه. فدي حاجه غير الغرور خالص يا جماعه والله، يعني ملهاش اي علاقه بالغرور. احنا كل الامثله تقريبا اللي بنقولها ان احنا واقفين في شله او واقفين في جروب كده من الناس، ممكن تكون بنت واقفه حاسه ان هي مش واثقه في نفسها، او حاسه ان هي اقل من الواقفين، او حاسه ان هي مش مسموعه، او حاسه باي حاجه. اللي انا بقوله ان انت لو انت بينك وبين نفسك انت واثقه في نفسك، او ان انت راضيه بحالك، عمرك ما ان انت هتبصي لحد ان انت تحسي ان انت لا انت اقل منه. انت طول ما انت شايفه نفسك حاجه كبيره، بالعكس الناس هتشوفك حاجه كبيره. وانت واقفه وسط الناس هتحسي ان انت حاجه كبيره، لان انت اللي بتعلي من قيمه نفسك، محدش هيجي يعلي من قيمتك. وحاجه كمان الرضا، ان انتوا تكونوا راضيين بحياتكم. واحده كتبت لي كومنت، بصوا يا جماعه انا مش هقول اي حكم يعني عليها. هي بتقول لي انا بحس ساعات ان انا بحقد على اصحابي. فانت لو راضيه باللي عندك، انت حاسه ان الحمد لله ربنا مديني كل النعم دي، فانت عمرك ما هتبصي لحد. ودايما ما تخليش المسمى حقد، يمكن يكون هو مش حقد وانت اللي بتقولي عليه حقد. ممكن مثلا انت شايفه ان دي مثلا بتذاكر او جايبه مثلا درجات اعلى منك مثلا، ده مثال، انت تعلمي منها. ما تاخديش ان هي انا بحقد عليها. طب هو انت هتسيبي وقتك وهتركزي معاها انك تحقدي؟ طب ما تروحي تشوفي هي بتعمل ايه واعملي زيها، خديها قدوه. واهم حاجه تكوني، يعني انا مش عايزه اقول لك احقدي عليهم في حاجه كويسه، الحاجه اللي تلفت انتباهك تكون حاجه فعلا هي حلوه. يعني مثلا اللي يلفت انتباهك ان هي مثلا درجاتها حلوه، اللي يلفت انتباهك ان هي مثلا بتعرف تنسق لبسها. مش هقعد انا الفت انتباهي فاحقد عليها، لا. والحقد ده حاجه كبيره، ما يتقلش ان ده اللي انت تقصديه. يعني اكيد بيتهيألي انت ممكن تكوني يعني بتجلدي ذاتك ان انت انا بحقد على اصحابي، لا دي كلمه كبيره قوي. الحقد ده حاجه كبيره، وان انسان يعترف ان هو اصلا بيحقد على حد، لا ما اعتقدش. مثلا في زي ما قلنا امثله اللي هي بتاعه المذاكره وتنسيق اللبس وكده، دي حاجات اللي هي الخارجيه العاديه اللي انت تقدري تغيريها اصلا في نفسك، دي عادي. طب في حاجات ربنا هو مثلا واحده صاحبتك عينيها ملونه، هتقعدي انت تحقدي على صاحبتك ان عينيها ملونه؟ لا، ما انت عينك مش تبقى ملونه خلاص. انت عينك خلاص، انت اتولدتي كده. الرضا مقابل ليه على طول، يعني عكسه على طول هو الحقد. لو انت بقى عندك رضا، انسي حاجه اسمها حقد. ارضي بنفسك، بشكلك، بلون عينيكي، ببشرتك وبشعرك وبجسمك وبكل حاجه. لو حاجه قابله للتغيير غيريها. هتنسي ركزي مع نفسك انت، وانت اللي قدامك هتلاقي ان انت خلاص ما بقتيش تحقدي على حد. في واحده بقى كتبت لنا كومنت، ازاي نعمل جلو اب. يعني ايه جلو اب؟ ان احنا نغير نفسنا في كل حاجه، وان احنا 360 درجه فجاه كده الناس تشوفك ايه ده انت اتغيرتي في كذا وكذا وكذا. فكرني اللي هو شيري هاني انت ازاي وشك منور وجلوين كده، اللي هو ان انت تهتمي بصحتك، بشكلك، بدراستك. وطبعا اول حاجه هي علاقتك مع ربنا، دينك، سواء مسيحيين او مسلمين، انا هنا مش بحدد اي دين. انت اعملي دايما العبادات اللي هي بتقربك من ربنا واللي بتخلي علاقتك بربنا كويسه، ودي اهم حاجه طبعا علشان تعملي جلو اب. تاني حاجه طبعا اكيد دراستك، يعني احنا جايين ليه غير علشان نتعلم. انتوا يا جماعه مش متخيلين انت دراستك دي
مهمه ازاي، قادره اصلا تخلي الناس بتبصلك ازاي. بس انا مش عايزه ان انت تهتمي بدراستك وتهملي اي حاجه تانية. انت لازم يكون عندك موازنه في كل حاجه في حياتك. زي مثلا ان انت تكوني مهتمه جدا بشكلك وببشرتك وبشعرك وبلبسك. ويا جماعه مش مهتمه ان انت تروحي تصرفي في الفاضي او ان انت تروحي تجيبي منتجات مالهاش لازمه. قصدي تهتمي ان انت بس لبسك يكون نظيف. حتى لو انت هتلبسي نفس الطقم كل يوم بس يبقى نظيف. انت هيكون شكلك حلو وملفت ان انت بنت كلير كده في نفسك، بس ان انت لبسك شكله نظيف ومرتب ومهندم. حتى لو هتلبسي نفس اللبس كل يوم والله العظيم دي مش مشكله خالص. وابتدي بعلاج مشاكلك، مثلا مشاكل شعرك، مشاكل بشرتك. انت اكيد باصه لنفسك في المرايه، انت عارفه ايه مشاكلك اكتر من اي حد تاني، فما تستنيش ان حد يقول لك بصي الكلام لما بيبقى صح بيطلع كده. متفقين على اي حاجه والله. لا احنا بجد احنا فتحنا الكاميرا واحنا جايين لكم كده. لازم كل حاجه مره واحده، الحاجات دي بتبقى بالتدريج، فجاه هتلاقي نفسك اتغيرت. وخلي كل تحويشك واهتمامك وكل الحاجات اللي انت بتصرفيها مثلا في سبيل ان انت تعالجي مشكله ما عندك هي مضايقاكي، او انت حاسه ان هي فعلا لا المشكله دي عندك، عايزه تبتدي ان انت تهتمي بشعرك ببشرتك اي حاجه، اعملي كده علشان ان انت تكوني تعملي جلو اب. مثلا مش هتقدري تحوشي مبلغ كبير قوي تهتمي بكل حاجه مره واحده، بالتدريج. الجلو اب ده اصلا بيبقى بالتدريج. انت فجاه كده عايزه اهتم ببشرتي، بعدين عايزه اهتم بشعري. طبعا نظافه اللبس ونظافتنا والحاجات دي كلها مش بتيجي بالتدريج، دي حاجات عاديه. فانت بالتدريج كده فجاه نظمي لبسك، بعد كده اهتمي بشعرك، بعد كده اهتمي ببشرتك، بعد كده اول حاجه علاقتك بربنا دي حاجه ثانيه. فجاه هتلاقي نفسك كده بني ادمه هاديه ونفسيتك مستقره وشكلك كده لذيذ ولطيف، ويعني هتحسي كده ان انت بني ادمه مختلفه. اختلفتي 180 درجه من حاجات بسيطه انت عملتيها. ويعني في ناس كتير بتقول ازاي نرجع شغفنا للدراسه. اعتقد احسن حاجه ان انتوا يعني تاخدوا بريك وتعملوا حاجه بتحبوها، لان انتوا لو فضلتوا طول اليوم بتذاكروا ما انتوا هتكرهوا الدراسه يعني، وانا اسفه. وعايزين نقول لكم على حاجه مهمه قوي، انتوا استغلوا ان انتوا دلوقتي دي فتره شباب وحيويه وطاقه، انتوا مش هتلاقوها بعد كده. وفضا على فكره والله العظيم دلوقتي احنا عندنا فضا. انتوا ممكن تكونوا شايفين ان احنا مضغوطين، واكيد احنا مضغوطين وبنذاكر اليوم كله، او مثلا لو حد بيعمل حاجه تانية جنب المذاكره بس بتشغلنا. اكيد احنا لسه صغيرين، فاحنا مش عايزين نشيل نفسنا هموم فوق همومنا دلوقتي، واحنا كده كده حاجات احنا هنعيشها، فاحنا ليه عايزين نعيشها بدري؟ ليه عايزين نسبق الاحداث؟ فاحنا دلوقتي في فتره جميله جدا ان احنا نهتم بكل حاجه في حياتنا يعني عموما، وان احنا نطور من نفسنا، وان احنا نعيش ايام جميله، ما ان احنا ما نضغطش نفسنا، او ان احنا يعني نخلي نفسنا عايشين دايما في ضغط. لا، في ناس يا جماعه شغفها بيجي للمذاكره بالحاجات اللي حواليها. بمعنى ايه؟ اعملوا حاجه بتحبوا تشربوها، اعملوا حاجه بتحبوا تاكلوها، جيبوا اقلام ملونه، جيبوا كتب يعني جيبوا كراريس مثلا تكون متزينه ومتلونه، يعني خدوا شاور كده وحطوا برفيوم بتحبوها قبل ما تذاكروا. كل دي والله العظيم حاجات والله حاجات تافهه جدا بالنسبه لاي حد بيسمعها. بس انا عايزه حد دلوقتي بيسمعني مثلا مراكم حاجه او مش قادر ان هو يجيب الكتاب ويبص فيه، قوموا كده استهدوا بالله، خدوا شاور، صلوا الصلاه اللي عليها الدور، وقولوا اذكار، ادعوا، اقروا قران شويه، اعملوا اي حاجه انتوا بتحبوا تعملوها. وجربوا كده تجيبوا حتى لو كوبايه ميه ساقعه، مش لازم يعني مش لازم يا جماعه تجيبوا حاجه تتشرب تعطلوا نفسكم او تنزلوا تقولوا بقى هنزل اشتري حاجه ولا نضيع الوقت. كوبايه ميه ساقعه وشاور وبرفيوم كده بنحبها وبتاع، ومكان حوالينا يبقى مترتب كده والقعده هاديه. وجربوا ذاكروا، جربوا شوفوا اصل درس، جربوا وشوفوا، هتلاقوا ان انتوا بتعملوا حاجه ورا حاجه ورا حاجه. وبالليل اعملوا اللي انتوا عايزينه، او خلوا فيه بريك في نص اليوم اللي انتوا عايزينه. لازم يكون في وقت تعملوا فيه حاجه غير المذاكره، وحاجه تكونوا انتوا بتحبوها. في برضو كومنت انا قراته دلوقتي ان في بنت صاحبتها فتنت عليها او حاجه زي كده، وبعدين عايزه ان هي ترجع تاني تكون صاحبتها. انت مش هتقولي لها لا اللي هو انا مش هكلمك تاني، انت هترحبي بيها، تقولي لها طب اوكي ماشي احنا اصحاب، بس انت بينك وبين نفسك خلاص انت لا مش هتتكلمي معاها كتير ولا كده، يعني هتتجنبيها. انما بلاش ان انت تكسري بخاطرها او تقولي لها لا مش هنبقى اصحاب خالص. لا، ايوه احنا دلوقتي بنتكلم بالناحيه العاطفيه، او ان احنا مش عايزين طبعا نجرح مشاعر حد ولا ان احنا نعمل مشاكل مع حد. خلاص هي اعتذرت او ان هي ندمت، فانت ما تجرحيش بخاطرها وقولي لها تمام ماشي، بس انت طبعا هيكون في ما بينك وما بين نفسك كده حدود، بس مش هتقولي لها طبعا انا هعمل بيني وبينك حدود، لا بينك وبين نفسك كده بس. في ناس كتير قوي كاتبالنا عن عايزين نصايح يعني عن العنايه بالشعر وكده برضو. فيا جماعه احنا عاملين لكم اكتر من فيديو عن العنايه بالشعر والعنايه بالبشره والحاجات دي، وان شاء الله اكيد الفتره الجايه برضو هننزل حاجات اكتر. فانتوا اعملوا لنا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان اي حاجه جديده احنا بننزلها توصل لكم. واحنا بنتكلم يعني في المواضيع دي كتير جدا. في نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها، ان احنا مثلا نعمل شعرنا ستريت او ويفي شويه.
انت لو انت مثلا شعرك كيرلي، انا وهبه مش بنتكلم بصراحه عن الشعر الكيرلي ولا نعرف انواع ليه في ان كويسه ولا كده، انت لازم تدوري بنفسك لحد ما انت تجربي حاجات وتقولي ايوه انا كده راضيه عن شكل الشعر. لان مثلا انا وهبه بندور على الحاجات اللي بتخلي شعرنا أو بطريقته دي. او تشوفي ناس مثلا بتتكلم عن الشعر الكيرلي، فانت يعني ناس بتكتب لنا كومنتات حاجات للشعر الكيرلي، فاحنا اكيد مش هنعرف نفيدك، لان احنا مش هينفع نقولك على حاجه احنا ايه ما جربناهاش. بس احنا ما بنتكلمش عن اي حاجه خالص غير لما لما نكون نكون مجربينها. مجربينها. في برضو ناس بتقول اتكلموا عن اليوتيوب وصناعه المحتوى. بصوا يا جماعه انتوا لازم علشان وفي برضو كومنت تاني لفت انتباهي، في بنت بتقول مامتها وباباها مش موافقين ان هي تعمل قناه على اليوتيوب، فهل هي تعمل من وراهم؟ فلا طبعا، يعني ده رايي انا، مش هقول لك ان ده رايي انا، لا انا بقول لك ان الصح انه طبعا لا. انت لو انت حابه تعملي قناه وهم اقنعيهم. رافضين، انت تقنعيهم حتى لو لدرجه ان انت قول لهم انا مش هبين وشي، انا هعمل كل حاجه بايدي. يعني شوفي انت المحتوى اصلا اول حاجه انت بتحبي ايه، مش لازم تبين في وشك لو هم معترضين على فكره ان انت تطلعي وتتكلمي مع الناس وكده. وقولي لهم ايجابيات الموضوع يمكن يقتنعوا، يعني كلمين في الموضوع بشكل جد اكتر. صناعه المحتوى عموما انت لازم ان انت اولا تعملي الحاجه اللي انت بتحبيها، انت فعلا تكوني بتحبي الحاجه دي علشان مع الوقت ما تزهقيش منها. ممكن انت تعملي حاجه مش شبهك، مش شخصيتك، مش بتحبيها، هتعملي فيديو 2 3 10 100 بعدين هتقولي ايه ده انا يعني زهقت، الحاجه دي انا ما بحبش اعملها. فانت لازم تقدمي محتوى انت بتحبيه وفعلا عارفه ان انت هتفيدي الناس فيه. وفي برضو حاجه تانية الناس بتتكلم عليها اللي هو ازاي نفتح قناه على اليوتيوب. القصه ازاي دي فيها متخصصين كتيره جدا على اليوتيوب بيشرحوا الطريقه، فاحنا مش بنتكلم دلوقتي اللي هي الحسابات بقى اه. والايميلات والباسوردات والحاجات دي، فلا لا يعني ده مش موضوع دلوقتي، احنا موضوعنا ان احنا المحتوى. ازاي نتعايش مع اليوتيوب، مش ازاي ان احنا نفتح قناه. ده هو اكونت عادي واي حد ممكن يقول لكم تفتحوه زي من على اليوتيوب، والايديت والحاجات دي كلها. القصه كلها عايزين نفتح قناه على اليوتيوب نكون بنعمل محتوى فعلا مفيد، مش نعمل محتوى اللي هو طالع كده بس فاحنا بنعمل، لا احنا نعمل الحاجه اللي احنا بنحبها بجد، حتى لو هي حاجه مثلا مش كل الناس بتعملها بس انت بتحبيها من جواكي فخلاص اعمليها. الحاجه اللي بعد كده اللي الناس برضو كانت طالبه ان هي تسمع كلامنا عنها، اللي هي ايه الصعوبات اللي واجهتنا في اليوتيوب عندنا احنا انا وهبه يعني كيوتيوبرز وكده. هو الموضوع لذيذ وكل حاجه حلوه، بس انا وهبه الصعوبات الوحيده اللي بتواجهنا هي ان احنا نلاقي فكره، لان انا وهبه مش مؤمنين ابدا بفكره ان احنا نعمل اي فيديو كده نقوم نصوره من الفراغ ومن العدم، او ان احنا ندخل الناس في حياتنا الشخصيه، او ان احنا نعمل حاجات بشكل يومي وان احنا عملنا كذا النهارده وهنعمل كذا بكره وعملنا كذا امبارح. لا احنا بنعمل كل حاجه فعلا يكون منها فايده. حتى فكره الروتينات اللي انا وهبه دايما بنحب ان احنا نعملها، مش بنعملها بهدف ان احنا ندخل الناس في يومنا وندخلهم في تفاصيل حياتنا، لا والله العظيم ده مش الهدف خالص. احنا اصلا هدفنا من الروتينات دي علشان انتوا عموما تكونوا فاهمين، احنا مثلا بيبقى عندنا وصفه، عندنا نصيحه، عندنا مثلا اكتر من حاجه، فبدل ما نعمل لكم كل حاجه في فيديو لوحده، لا احنا بنعملها في روتين كده كانه تجميع للافكار بتاعتنا اللي احنا بنعملها على مدار اليوم. لان مثلا لو عملنا لكم فيديو وصفه لوحدها يعني ممكن ما تحبوهوش، او ان هو يكون حاجه كده يعني ساده قوي، انما لما ندخله وسط الروتين بتاعنا بيكون احسن. يعني ممكن يكون في شويه صعوبات في الاول جات لنا، ان احنا مثلا الناس ما كانتش فاهمه دماغنا قوي، الناس ما كانتش فاهمه احنا عايزين نقدم لهم ايه. الكومنتات السلبيه دي طبعا موجوده في اي حته في الدنيا، فيعني هي مش صعوبات واجهتنا بس هي حاجه عاديه زي اي حد يعني. فعشان كده بجد ما تزعلوش مننا لو احنا بنتاخر عليكم الفيديوهات، لا احنا مش بنتاخر بمزاجنا والله، بنتاخر بندور على فكره حلوه فعلا. والناس اللي قالت مين اللي بدأ فكره القناه على اليوتيوب، انا اللي كنت صاحبه الفكره، ومع العلم هي كانت رافضه تماما يعني الفكره، بس هي بعد كده يعني اتعايشت مع الموضوع وكمان حبته. لا والله العظيم بجد حب الناس بينسي اي حاجه، يعني احنا بنحبكم جدا وكلامكم بيفرحنا جدا، والكومنتات اللي بتكتبوها لنا شكرا جدا 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 لكل الناس اللي باركت لنا على 100,000، احنا فرحانين جدا. شكرا ليكم جدا 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 على اي حد بارك لنا، وعلى اي حد اصلا ساهم ان هم يوصلوا ل 100,000، ان هو اشترك بس في القناه او قال لحد من اصحابه او قرايبه او الحاجات دي. فصدقوني اشتراككم البسيط ده بيفرق، لان كل واحد من ال100,000 ضغط اشتراك كونوا ال100,000 مشترك. فانا عايزاكم لو مش مشتركين في القناه تشتركوا في القناه، طبعا اختياري مش بجبركم يعني، عشان برفع لكم صباعي كده كاني بجبركم، لا مش بجبركم، بس يعني اشتركوا يعني اشتركوا يا جماعه عشان خاطر. في كومنت بقى اللي هو انا ازاي كنت تقيله في كومنت انا اقراه لكم والله، استنوا اقراه لكم بالظبط. انا فاكراه هي هبه قالته لي امبارح، اللي هو ان هي كانوا قاعدين في فرح تقريبا وما كانوش بيعملوا اي حاجه، فهي اللي قامت وغنت ويقولوا وراها وكده، بس هي عايزه تكون تقيله، بتقول انا عايزه اكون حد تقيل في نفسه كده. انا تخيلتها كده. انا هقول لك وجهه نظر هنا في موضوع التقل ده. انت لو شايفه ان الناس اللي حواليكي متقبلين موضوع ان انت فاني وان انت بتغني وان انت بتخلي اي قعده كده فيها اجواء،
فليه تكوني تقيله؟ يعني ليه انت عايزه تكوني تقيله من جواكي مش تبقي مبسوطه. هتحسي ان في حاجه جواكي اللي هو الاغنيه دي حلوه قوي، طب ما اقوم اغني، طب ده اللعبه دي حلوه، طب ما اقوم اخلي مثلا العب مع قرايبي او العب مع اصحابي او كده. فما تصنعيش شخصيه مش شخصيتك، لان انت هتبقي قاعده متضايقه يعني. يا ريت ان انت هتبقي قاعده حاسه اللي هو لا انا كبيره وراسيه، لا خليكي فاني اصلا. وبعدين التقل المصطنع بيبان ان انت من جواكي فعلا بتزيفي ان انت تقيله. انما بقى لو انت قاعده مع ناس هم مش عايزين ان انت تعملي اي اجواء، ومش عايزينك ان انت تقومي تغني ولا تخلي لهم الاجواء ممتعه ولا كده، او الظروف طبعا مش سامحه يعني ان انت تعملي الاجواء، لا فخلاص خليكي انت يعني هتلاقي اصلا هتلاقي نفسك قاعده كده، هتلاقي لوحدك اللي هو ان انت مش انتوا نفس. اقول هم الخسرانين وانا اقوم اغني ليه؟ يعني لو هي ناس شخصيتها مش اللي هي الفاني بقى ان انا اقوم اغني وان انا اقوم كده، فلا خلاص. على حسب طبعا الاشخاص اللي انت قاعده معاهم، ولو في حاجه جواكي لا ما تكتميش، يعني عبري، غني، العبي، اعملي اللي انت عايزاه. وفي بنت بتقول صحابي بيتريقوا على لبسي وشكلي مع اني شايفه نفسي كويسه. انا بجد عجبني الكومنت بتاعك جدا، بس الحته دي بجد عجبتني جدا. طول ما انت شايفه نفسك كويسه انت استمري بس انت خلاص. تتجنبيهم زي ما احنا متفقين. اي حد مش عاجبه شخصيتك مع السلامه، من غير ما نجرحه ومن غير ما نبقى احنا المخاصمين ومن غير ما نعمل اي حاجه خالص. اتجنبيها خالص. يا ستي مش انت مش عاجبك شكلي، خلاص مالكيش دعوه بيا. حتى هي هتلاقي اللي هو ايه ده يا بقتش تكلمنا ليه؟ هم اصلا يعني هيزهقوا من اللي هم بيعملوه ويتريقوا عليكي ليه؟ انت اكيد قمر على فكره، انت اصلا ان انت كونك صاحبينك مصلحه كمان، فانت تجنبيهم والله. هي كاتبه ان هم مصاحبينك علشان مصاحبين عشان واجب. ان انت شايفه اصلا ان انت شكلك راضي عن شكلك، لا انت مصاحبهم ليه اصلا؟ خلاص تجنبيهم كده في هدوء وسلام. والمصلحه اللي هم عايزينها منك ما تقدمها لهمش. يعني لو عايزين منك الواجب قول لهم ما حلتهوش، قول لهم لا، قول لهم ماما قالت لي ما اديش الواجب لحد. ايوه ممكن تقولي طب انا كده هخسرهم، ومهما مثلا يكون هم مثلا صاحبيني مصلحه او بيتريقوا عليا، بس هم انا ماليش غيرهم والحاجات دي انا عارفه. والله العظيم مفيش حاجه اسمها ماليش غيرهم، ومفيش حاجه اسمها مش مصاحبه حد غيرهم. تجنبيهم وما تبعت لهمش الواجب، عشان احنا مش عايزين حد يعني هم يتريقوا عليكي. اكيد هم شايفين فيكي حاجه حلوه مش فيهم، لان اللي بيتريق على حد ده بيبقى عنده اللي هو زي نقص. فلا انت عايزين نتجنبهم، وان شاء الله هتصاحبي احسن منهم بكتير. وايه كمان كتبتوا لنا كتير عن ازاي ان احنا نستغل وقت فراغنا في حاجه تانية غير الموبايل. مثلا انتوا ممكن تعملوا حاجه بتحبوها، تنزلوا تتمشوا، تقراوا، مثلا تكتبوا عنكم، تنظفوا البيت او تروقوا حاجه، او مثلا تشوفوا حاجات ناقصاكم عايزين تكتبوها. يعني في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل، بس طبعا كل واحد على حسب يعني ميوله الشخصيه والحاجات اللي هو بيحبها. بس عموما خطوه كويسه جدا ان احنا وقت فراغنا مش دايما نقعد فيه على الموبايل. يعني مش معنى ان احنا خلصنا مذاكره بقى وخلاص مش ورانا حاجه ان احنا نقعد على الموبايل. حاولوا على قد ما تقدروا تعملوا الحاجات اللي بتحبوها، لان قعدتكم على الموبايل مش هتحسسكم بالرفاهيه على قد ما الحاجه اللي انتوا فعلا بتحبوها هتحسسكم بالرفاهيه. الموبايل مجرد تضييع وقت، بس احنا بنضيع وقت في الفاضي. ايوه طيب انا هجيلكم من الناحيه التانية. في ناس هتقولك ماشي انتوا كلامكم على راسنا، بس انا ما عنديش هوايه ان انا اقرا كتب، ولا واوضتي متروقه مش عايزه اروق فيها حاجه، ولا عايزه انزل، ولا بحب ارسم ولا كده. احنا برضو ممكن نقعد على الموبايل، بس شوفوا هتستغلوه صح ازاي. بمعنى ان احنا ما نفضلش كده نسكرول فيديو ورا فيديو ورا فيديو، لا ممكن نشوف مثلا لو عايزين ننمي اللغه ممكن نقعد نتفرج على فيلم مثلا بالانجلش، او مسلسل بالانجلش، او نقرا حاجه انجلش. مثلا لو انت عايزه تنمي اللغه ممكن نتفرج على حاجات بقى اللي هي الثقافيه، حاجه مفيده، طريقه عمل اكله مثلا لو انت عايزه تنمي من نفسك. مش لازم تقومي تطبخي، يعني لو انت واقعيا مش هتعرفي تقومي تطبخي اتفرجي على وصفه مفيده تعمليها بالليل كده في العشاء تفاجئي بيها البيت. مثلا عندك لبس مش عارفه تعملي بايه، شوفي عايزه تنسقيه ازاي، عشان لما تيجي مثلا نازله الدرس او تيجي خارجه ما تضيعيش وقتك وانت خارجه ان انت عايزه تشوفي هتنسقي لبس. بمناسبه تنسيقات اللبس، في ناس برضو كتبت لنا على الموضوع ده. يا جماعه نزلوا ابلكيشن بنترست، وبجد يا جماعه عليه مليون تنسيق. انتوا بس مثلا اكتبوا اسم القطعه اللي انتوا عايزين تنسقوها، بس هو يعني اعملوا سيرش بالانجلش عشان هيديكم نتائج احسن. فمثلا اكتبوا مثلا وايت شيرت، هيجيلكوا بقى مليون الف تنسيق. وكلهم بقى بيكونوا عصريين. شوفي بقى مثلا هي لابسه مع بنطلون لونه كذا مع توب لونه كذا، سكرين على طول، سكرين شوت. هتيجي نازله الدرس تفتحي الموبايل تلاقي ده، يلا البسه دلوقتي حالا. انت كده كانك بترتبي لنفسك وفي نفس الوقت حاجه ممتعه هي مش مذاكره. ممكن تعملي برضو فولدر كده تسميه اوتفيتس، او يعني الاطقم اللي انت عايزه تعمليها، وتحطي بقى فيها كل الحاجات اللي انت عملت لها سكرين شوت، بحيث ان انت اي وقت مثلا محتاره تلبسي ايه او كده تدخلي وتشوفي ايه الحاجات اللي انت عملت لها سكرين شوت. اوكي، فدي برضو من الحاجات اللي زي جدا اللي انت ممكن تعمليها. واتفرجوا علينا، دي برضو من الحاجات اللي هتسلي وقت الفراغ. والمسج تقريبا بتاع طرد، دي من الحاجات اللي هتسلي وقت الفراغ وفي نفس الوقت هتفيدكم.
فيعني نرجسيه اوفر. لا والله بجد يا جماعه ما اقصدش، بس اتفرجوا برضو على فيديوهاتنا يعني هتلاقوها مفيده، واعملوا سبسكرايب ولايك. على فكره دي المره الثالثه هتقولوا لهم اعملوا سبسكرايب ولايك. يا جماعه مش ملاحظين كأن شعري بني من هنا؟ على فكره ده انا ما صبغتش الشعر ده ولا حاجة. تأثير الإضاءة. ده بس. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. انا عايزاكم تقولوا لي بجد لو عجبكم ولا لا. انا عارفه ان هو هيعجب فئه محدده قوي من الناس اللي هم فعلا يعني حابين يسمعونا واحنا بنتكلم. لو عجبكم احنا ممكن نخلي دي سيريس عندنا او سلسله عندنا اللي هي سلسله الدردشه. لو حد عنده اي مشكله وعايز يسمع وجهه نظرنا الشخصيه، مش كلام علمي ومش كلام فلسفي ومش كلام معترف بيه من اغلب الناس. يعني في ناس ممكن ولا تكون احنا خبرة، معترضه او ولا- ممكن تكون الناس معترضه على نص الكلام اللي احنا قلناه، وعادي والله العظيم رايكم على دماغنا. بس انا بقول لكم وجهه نظرنا بناء على تجارب، وبناء على ان احنا كنا ناس مش صح في اغلب الحاجات، وفي علاقاتنا مثلا مع اصحابنا او كذا في حاجات علمتنا، فاحنا حابين نديكم يعني جزء صغير قوي من الخبره، لان احنا يعني لسه صغيرين واكيد خبرتنا مش واسعه. وفي النهايه حابه اقول لكم ان مفيش اي حد كامل. بلاش نتاثر بالسوشيال ميديا، لان احنا يعني دايما الناس على السوشيال ميديا بتظهر الجانب الايجابي ومش بتظهر الجانب السلبي. بس اكيد كلنا عندنا مشاكل، واكيد كلنا بيجي لنا فتره اللي هو فعلا بنبقى مش قادرين، ده اكيد طبيعي. فيا جماعه مفيش حد كامل ومفيش حد مثالي، واحنا كلنا بنحاول، وان شاء الله محاولاتنا دي تكون محاولات ناجحه، ان احنا نكون يعني افضل نسخه من نفسنا زي ما بيقولوا كده. فبس كده، ده كان فيديو النهارده. نتمنى ان هو يكون عجبكم. لا عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس وتحطوا لايك للفيديو وبس، باي.